اسينسيو يرفض تجديد مع ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما هو الحل الأنسب لماركو أسينسيو مع ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن آخر التطورات بشأن مستقبل ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، وينتهي تعاقد أسينسيو مع الميرينجي بنهاية الموسم الجاري دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، ما يمنع حرية توقيعه لأي ناد آخر في يناير كانون الثاني المقبل. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي تقديم عرض لأسينسيو بنفس قيمة عقده الحالي، وهو ما يرفضه اللاعب. وأضافت الصحيفة أن أسينسيو يحظى باهتمام ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، بالإضافة إلى أرسنال في إنجلترا، والذي يصر على ضمه بناء على توصية من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا. وأكدت الصحيفة أن أسينسيو حاليا يضع كامل تركيزه مع منتخب بلاده في مونديال قطر على أن يحسم مصيره عقب البطولة، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر في يناير المقبل سواء بالتجديد أو الرحيل، خاصة وأن الريال لا يريد خسارته مجانا في الصيف المقبل. وذكر تقرير صحفي إيطالي أن أرسنال جدد اهتمامه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، والذي يقدم أداء مميزا في بطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخب إسبانيا. وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يتم تجديد عقده خلال الأشهر القليلة الماضية فإنه سيرحل عن النادي بصفقة حرة، تماما كما حدث مع مارسيلو وغارث بيل وإيسكو في الصيف الماضي. وخرج أسينسيو من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي خلال الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، لكنه نجح في الحصول على بعض الفرص في آخر الأسابيع قبل التوقف، وهذا ساعده على تواجد رفقة منتخب إسبانيا في مونديال قطر. ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مصادر إيطالية أن يوفنتوس وميلان مهتمان بالتوقيع مع أسينسيو في الصيف القادم، لكن قد تضيع الفرصة على كلاهما، لأن أرسنال سيحاول الظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب ميكيل أرتيتا معجب كثيرا بالأداء الذي يقدمه أسينسيو مع ريال مدريد مؤخرا ومع المنتخب الإسباني، وطلب من إدارة النادي محاولة التعاقد معه في شهر يناير. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.